السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي اللي متابعيني عاملين ايه؟ معاكم مطبخ علي. احنا النهارده يا جماعة بروق كده في الشقة. المشاية دي تعبانة، كل ما نفردها ما بتتفردش. نعمل ايه؟ قلت اجيب إيه افكر كده في حاجة. قلت اللزق احلى حل، ان احنا نعمل اللزق ونلزق السجادة كده عشان تتظبط معاكي. زي ما انتوا شايفين كده واقفة ما بتتظبطش. نعمل ايه؟ نجيب اللزق كده اهوت ونحاول نلزق نحاول نلزق السجادة كده اهوت يومين ثلاثة بالظبط. لما تتظبط شيل اللزقة من على السجادة زي ما انتوا شايفين كده، ونكمل برضو لزق تاني كده اهوت. تقوم تمسك معاك اللزق السجادة، ما تقومش تكعبلك في الراحة وفي الجاي. زي ما انت شايفة كده اهو، هتحط لزق كده اهو على السجادة، تقوم ما تبقاش واقفة معاكي كده زي ما انتوا شايفين كده. شايفين؟ تعدليها ما بتتعدلش. وبالكعب للأولاد رايحين جايين برضو، فهنعمل برضو الحتة ديت اهي. زي ما انتوا شايفين الموضوع سهل خالص. طبعا بقى الفيديو مختلف النهارده، ملوش دعوه بالاكل خالص، بس انا قلت بقى اقول لكم المعلومه دي. الصراحه كعبلتنا كتير الصراحه السجاده. شايفين؟ هتسيبيها كده يومين ثلاثه وهوريها لكم بقى لما تتفرد زي ما انتوا شايفين. حبايب قلبي، بعد 3 ايام شوفوا النتيجه بتاعت السجاده بقت عامله ازاي. الصراحه اتعدلت. هو اللزق قام شويه كده اهوت، يعني خلاص يعني. هو ال3 ايام بيبقى خد وضعه خلاص على السجاده، بس والله ظبطها بسم الله ما شاء الله. خلاص. هنعمل ايه بقى؟ هنشيله خلاص اهوت. والسجاده اتفردت معانا ولا بقت تكعبلنا ولا اي حاجه. يا ريت الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه. وما تنسونوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.